والصدقة تقي مصارع السوء. قال رسول الله: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. روي أن رجلا كانت في ركبته قرحة، جرح يسيل بالدم سنين طويلة، وذهب إلى كثير من الأطباء فلم يشفى من مرضه. القرحة تسيل بالدم من ركبته لسنين ولم يجد لها دواء. فأشار عليه بعض الناس، قال: اذهب إلى مكان يحتاج الناس فيه الماء فاحفر لهم بئرا، فربما تنبع هناك عين من الماء فيمسك الدم. قال: امشي شوف بلاصة اللي الناس يحتاجوا فيها الماء، احفر بئر ووقفوا في سبيل الله، ربي يشفيك من هذا المرض. قال: فذهب ففعل، فجف ذلك المكان وبرأ من تلك القرحة. سنين طويلة هو ما خلاش طبيب يمشي عليه، ما بغى يبرأ، مشى حفر حاسين تاع الماء وقفها في سبيل الله، برأ الجرح. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وروي أن امرأة وقف عليها سائل وكانت في يدها لقمة من الطعام ولا تملك غيرها، تريد أن تجعلها في فمها، فلما وقف عليها السائل أعطته تلك اللقمة. فمضى زمن فتزوجت ورزقها الله بولد، فإذا هي ذات يوم غافلة حتى جاء الذئب وأخذ الولد. الذئب التقى بالولد وهرب به، فقامت تجري وراءه، فبعث الله تعالى ملكا على صورة إنسان فنزع الولد من فم الذئب وقال لها: لقمة بلقمة، لقمة بلقمة. أعطيت لقمة الفقير، ربي جاب لك ولدك بعد أن كان لقمة للذئب. قال: خذي لقمة بلقمة، لقمة من الطعام جلها ولدها من أكل الذئب. وروي أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان في زمانه رجل شرير ظالم يتعدى على الناس، فجاءه الناس وشكوا إليه: يا سيدنا عيسى فلان ظالم يتعدى على الناس، اسأل الله أن يهلكه. فلما أكثروا عليه دعا الله سبحانه وتعالى أن يهلكه، فأخبرهم أنه اليوم سيهلك. والرجل هذا حرفته أنه كل يوم يذهب إلى الغابة ويأتي بحزمة من حطب يبيعها. فذهب الرجل إلى الغابة وأتى بحطبه كالعادة ودخل السوق وباع حطبه والناس ينظرون، وسيدنا عيسى وعدهم أنه سيهلك. فجاءوا إلى سيدنا عيسى قالوا: يا سيدنا عيسى كيف الرجل اللي قلت لنا باش اليوم باغي يهلكوا يا ربي، راه حي ما به والو، راه مشى للغابة كما العادة وجاب حزمة تاع الحطب وراه يبيعها في السوق. قالوا: نتكلموا ليه. فجاء ذلك الرجل قال: ائتني بهذه الحزمة تاع الحطب اللي جبتها اليوم وراهي. قال: هي. قال: جيبها معك. قال: افتحها. وجد فيها ثعبان في وسط الحزمة ملجم بلجام من حديد. قال: واش درت اليوم؟ قال: الصباح لما كنت ماشي للغابة ديت معايا واحد الرغيف تاع الطعام وتصدقت به على فقير. قال: هذا هو ربي بعث لك هذا الثعبان باش يقتلك، ولكن لما تصدقت بهذه الصدقة ربي بعث لي الملائكة ولجموه. الإنسان الشرير الظالم إذا تصدق بصدقة وقاه الله تعالى مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء.